اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعم الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل المسقعه، مسقعه البتنجان. ده طبق مصري، كلنا طبعا عارفينه مصريين. هنعمله بطريقه اقتصاديه جدا ومن غير ولا قلي ولا تحمير. بس حابه اقول قبل ما نعمله، البنات اللي هي بتتعلم الطبخ، ان لما بتيجي تشتري البتنجان بتشتريها زي ما انتوا شايفينها كده، بتبقى بتلمع، ولو بتلمع اكتر من كده تبقى اوكي وناعمه جدا. طبعا عشان ما يبقاش من جوه البذر بتاعها كتير وتبقى فيها لحم. قبل ما نبدأ بقى لازم نصلي على رسول الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب البتنجان بتاعنا، ونكون مقطعينه. طبعا بنقطعه مكعبات او ترانشات زي ما انتوا حابين، وبنحطه في مصفى، وبنجيب ونرش عليه ملح يعني، ونسيبه لمدة ساعة أو ساعتين ينزل المية بتاعته. الخطوة دي مهمة جدا، بتفرق طبعا في يعني في تسوية. بعد كده بيبقى معانا كوباية من الزيت، ومعانا طبعا توم متقطع او مفروم مش فارقة، ومعانا نص كوباية من الخل، وبطاطس متقطعة مكعبات، وفلفل اخضر على فلفل رومي، ومعايا عصير طماطم. طبعا كمية الزيت زي ما انتوا حابين، عايزة تزوديها او تنقصيها زي ما انتوا حابين، بس هو هنا نص كوباية انا شايفاها مناسبة آه، للكمية اللي احنا عاملينها. بعد كده في عندنا بقى السر اللي هو بتاع الوصفة، اللي هو هيوفر معانا جدا، وهو الكيس الحراري. هنجيب كيس حراري، وطبعا الكيس الحراري ده بيتباع عند محلات الورقيات، متوفر جدا ورخيص قوي، والعلبة بتبقى فيها 3. ده الحجم الوسط اللي انا جايباه، وبيبقى معاها كليبس كده بتقفلي بيه كل كيس. بعد كده هنحط بقى البتنجان، طبقة من البتنجان على طبقة من الثوم وبطاطس والفلفل بتاعنا، وبعدين نكرر الخطوة دي. طبعا انا هنا في الاخر سبت الطماطم حطيتها في الاخر، فطبعا هو الافضل ان انتوا تحطوها بين الطبقات برضو علشان تتوزع كويس. وكمان كنت حطيت الملح في الاخر، فياريت برضو تحطوه في الطماطم وتقلبوها قبل ما تحطوها، عشان خاطر الملح عندي ما دابش يعني، لان الكيس الحراري ده بيحمر الحاجة زي ما تكوني محمراها في الزيت بالظبط. بعد ما خلصنا كده توزيع الحاجات بتاعتنا مكوناتنا كلها، هنبدأ بقى نقفل الكيس بالكليبس اللي هو بيبقى في العبوة نفسها يعني. ونجيب صينية، ولازم نحطه في صينية. وكمان بنحطه في الفرن. لازم الفرن يكون مفهوم مفيش حاجة فوق الكيس او شبكة او اي حاجة، لازم بيبقى فيه فراغ علشان الكيس بتاعنا ده بيتنفخ. وحابة اقول انه مش محتاجين ابدا ان احنا نخرم الكيس زي ما في ناس بتعمل بتخرمه كده بخلة. لا، هو بيستوي من غير التخريم، هو بيسوي نفسه بالبخار. آه، هنحطه بقى في الصينية ونحطه في الفرن، وما بياخدش وقت يعني، مثلا ممكن ساعة الا ربع او نص ساعة حسب الفرن بتاعك، وبيطلع متسوي جدا زي ما انتم شايفين، طالع تحفة ومحمر الوش كمان. هنفتح الكيس مع بعض عشان نشوف شكله. طبعا متسوي جدا، بس زي ما قلت لكم الملح عندي كان على الوش ما دبش، فانتوا خدوا بالكم برضو من النقطة دي. طبعا كده احنا وفرنا جدا في الزيت، وفرنا في المجهود يعني، لانه طبعا احنا بنقعد نقلي والكلام ده، فاحنا ما قليناش، احنا قطعنا وحطينا كله في الكيس بكل سهوله وبكل يعني سلاسه. كده الطبق بتاعنا يكون خلاص جاهز. بعد كده برضو لو انت اتبقى عندك وعايزه تسخنيه، بتسخنيه على البوتاجاز من فوق عادي. وصفة تحفة جدا وجميلة قوي قوي، يا ريت تجربوها. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اديني بدوقها اهو، تحفة، طعمها خطير.
اشوفكم بقى في وصفات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.